الحكومة وشكاوي المواطنين. يمكن من أهم يعني المبادرات أو المشروعات أو الخدمات اللي يعني استحدثتها الحكومة، أو من أهم نقول الإدارات حتى، استحداث منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء. يمكن دائما المواطن كان يعني من ضمن المعاناة اللي كان بيعانيها على مدى سنوات طويلة، انه كان دايما ما بيلاقيش اللي يسمع لشكواه، وما كانش بيعرف يوصل للمسؤولين. يعني كان يمكن حتى كنا بنشوف ان البعض كان بيلجأ حتى للأضرحة يقدم لها الشكاوي لما كان على مدى عقود طويلة ما بيلاقيش اللي يسمعه. بعد كده شفنا كان في مبادرات فردية من محافظين كانوا بيفتحوا أبوابهم أو يخصصوا يوم أسبوعي لشكاوي المواطنين. لكن الحقيقة يذكر للحكومة ان هي في السنوات الأخيرة وظفت التقدم التكنولوجي اللي موجود والإمكانيات الحديثة، واستحدثت وسيلة يقدر المواطن مباشرة في أي محافظة وأي منطقة هو موجود فيها انه على طول يقدر يوصل شكواه لرئيس الوزراء شخصيا أو لمجلس الوزراء من خلال منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء. هذه المنظومة الحقيقة اللي يعني بدأت تستقبل ملايين الشكاوى. يمكن أنا معايا التقرير اللي كان استعرضه مجلس الوزراء مؤخرا، بيتكلم في شهر نوفمبر الماضي فقط كان فيه 81,000 شكوى، ولو اتكلمنا بقى عن من يناير لنوفمبر كان بيتكلم في 1.2 مليون شكوى تلقاها من المواطنين. معناه ايه؟ معناه ان المواطن بدأ يشعر ان هو يقدر يوصل ويقدر يوصل شكواه للمسؤولين من على اعلى مستوى لغايه يعني مستوى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. الاهم من وصول الشكوى الحقيقه هو ما يتم من التعامل مع الشكاوى. الحقيقه يعني رئيس الوزراء بيحرص على ان هو يلتقي الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومه الشكاوي الحكوميه او رئيس منظومه الشكاوي الحكوميه في مجلس الوزراء بشكل يمكن شهري، وبيعرض عليه بشكل تفصيلي الشكاوي اللي بتأتي وبيتم التصرف فيها ازاي. وفي يعني تقرير بيقدم بشكل مستمر، وتعامل الوزارات، يعني ايه الوزارات اللي بتستجيب، ايه المحافظات اللي بتستجيب، والحقيقه ده كله مرصود بالارقام. يعني اخر تقرير مثلا بيتكلم، ودي نقطه مهمه احب اتكلم فيها، ان يعني فيه يعني اكتر من 60% من الشكاوى او حوالي يعني 64% من الشكاوي تم التعامل معاها من خلال الوزارات وفحصها وحلها. في 15% تم حفظها. ليه تم حفظها؟ طبعا اسباب كثيره، من ضمنها ان ممكن تكون الشكوى مش واضحه، ما فيهاش بيانات واضحه، ما فيهاش بيانات واضحه للاتصال بصاحبها، ما فيهاش مستندات. يعني انت احيانا من ضمن الحاجات الموجوده في المنظومه انك ممكن ترفع المستندات اللي معاك عشان تفحص شكواك من خلال الكترونيا من خلال المنظومه دي. طبعا اي مواطن يقدر يدخل، لانه لو مجرد عمل بحث بس عن منظومه الشكاوي الحكوميه هتطلع له كل الروابط اللي يقدر يقدم الشكوى من خلالها، وبيقدر ياخد رقم وفيه متابعه معاه وعشان يقدر يطمن ان الشكوى بتاعته بتتابع. من الملحوظات ايضا ان يمكن الشكاوي كانت معظمها في محافظات الوجه البحري، كان يعني نسبه ضئيله جدا. في الصعيد ما اعرفش هل في الصعيد محتاجين توعيه اكتر بالمنظومه ولا المشاكل بتتحل اسرع؟ اكيد طبعا محتاجين توعيه اكتر بالمنظومه. والحقيقه يعني المنظومه محتاجه فعلا كلنا نتكلم عنها، وكلنا نفتح هذه الافاق امام المواطن المصري في كل محافظه انه يوصل شكواه، وان هو يدرك تماما ان هناك من يستمع ومن يحل شكواه، وان في متابعه من رئيس الوزراء لكل ما ياتي من المواطنين لحل شكاوى المواطنين على الفور من جميع الوزارات.